يتفوق بعلمه الواسع ودعوته السلفية ومساهماته الكبيرة في نشر الإسلام، ثائرا بالحق والنور وسط الجهل والظلام، الشيخ أبو زيد محمد حمزة، من مواليد 1925 بقرية إشكيت بحلفة. بدأ دراسة القرآن الكريم بنفس القرية، ولكن قبل ما يكمل دراسته سافر لمصر فواصل في خلوة الإسكندرية. بعد ذلك التحق بالأزهر الشريف، وأثناء دراسته في الأزهر كان بيحضر حلقات لجماعة أنصار السنة في مصر. وطبعا مناهج الأزهر مختلف عن مناهج جماعة أنصار السنة. ففي يوم حصل نقاش بينه وبين واحد من مشايخ الأزهر، فحصل اعتداء على الشيخ واستدعى تدخل الشرطة. بعد ذاك الشيخ خلى الأزهر ودخل معهد لجماعة أنصار السنة في مصر، فدرس القرآن والتفسير والحديث والخطابة، وبدأ يدي خطب ومحاضرات في مساجد القاهرة. وبعد استقلال السودان الشيخ رجع حلفة سنة 1961 وواصل نشاطه الدعوي، وبيعمل حلقات للرجال والنساء. فسمع به قاضي القضاة في الخرطوم محجوب إسحاق، رسل له مرتب وقال له ده على جهدك اللي بتعمله. ولكن أثناء دعوته في حلفة حصلت خلافات كثيرة بينه وبين الجماعات الثانية، فاشتكوه للشرطة. ولما ضيقوا عليه الشيخ سافر الخرطوم، فاستقبلوا قاضي القضاة محجوب إسحاق وسلموا مسجد، والشيخ واصل عمله الدعوي. ولما النمير استلم الحكم أول زول اعتقلوه هو الشيخ أبو زيد محمد حمزة، لأنه ألقى خطبة فسر فيها قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بعد ذلك أطلقوا سراحه، فتعرف على شيخ الهدية وبقية مشايخ أنصار السنة، فواصلوا نشاطهم الدعوي لنشر التوحيد. وبعد فترة حصل خلاف بينه وبين شيخ الهدية، والشيخ ذكر في لقاء له إنه سبب الخلاف كان إنه الشيخ الهدية يرى الدخول في السياسة، والشيخ أبو زيد يرى إنه الزمن ما مناسب للدخول في السياسة، عشان كده حتى بعد خلافهم كانوا بيزوروا بعض. فالشيخ رحمه الله قضى فترة طويلة جدا لنشر التوحيد ونبذ البدع والشرك والخرافات في زمن غابر بالعقائد الفاسدة وتقديس القبب والأضرحة، فتعرض لهجمات واعتقالات ومضايقات واعتداءات وصلت داخل مسجده، فنشر التوحيد وخرج مشايخ. والشيخ له دور عظيم جدا في لبس النساء للحجاب. والشيخ تكلم عن التوحيد في زمن كان الكلام عن التوحيد أخطر من الكلام في الحكام والرؤساء، لأنك لو اتكلمت في حاكم ممكن يعتقلوك، ولكن لو اتكلمت في التوحيد لا محال بيعتدوا عليك. فالشيخ رحمه الله صبر على الاعتقالات وتحمل الاعتداءات في سبيل نشر التوحيد والمنهج المعتدل، وله مواقف بطولية بتبين حقيقة ثباته وعزيمته لنشر التوحيد. فبعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هؤلاء المشايخ الكلام في التوحيد بقى منتشر، واي زول عنده علم ممكن يتكلم في التوحيد بدون خوف وبكل ثقة وحرية. فبعد هذه الرحلة الحافلة من الدعوة والمغامرات في سبيل الدين توفى الشيخ أبو زيد محمد حمزة رحمه الله سنة 2015. إنا لله وإنا إليه راجعون.